الهضبة مش نزل السلم، ده طالع منصة التتويج. ازيكم؟ ده تاني فيديو ليا عن الهضبة. طبعا كلنا اتفاجئنا بالبوستر بتاع ألبوم أحلى وأحلى امبارح، ودي بقى بتكون من أحسن اللحظات اللي بتمر على حياة الواحد على مدار السنين كلها. واضح بقى إيه إن الروتانا مش مستوعبة أصلا لسه إيه اللي بيحصل في الساحة، بس هي أكيد قريب جدا هتعرف قيمة اللي حصل ده. وأنا كنت شخصيا من الناس اللي رافضة التعامل مع روتانا من البداية أساسا. المهم بقى إيه، الناس الحاقدين بقى كلهم دلوقتي بقى كل واحد فاتح بقه قد كده، والريال عماله تنزل من بقه ومش مصدق اللي حصل. كل ده مجرد ان بوستر بس نزل. الله، انتوا مش ثابتين على موقفكم ليه؟ ولا انتوا حابين بقى موضوع ابو وشين والزيطه بقى في الزيطه وخلاص زي كل الناس؟ على اخر اليوم بقى كده ايه، نزلت المقطوعة المعشوقة بالنسبة لي أنا، واطمن قلبي إن هي معانا في الألبوم الجديد، وهي أغنية عمرنا ما هنرجع زي زمان. الموضوع بقى مش مجرد إن واحد بيكلم حبيبته كده وخلاص، لا 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 لا، الموضوع ليه أبعاد تانية خالص. الأغنية موجهة لكل الناس اللي وقفت ضد الهضبة، أولهم روتانا، الناس اللي اتكلمت عن كليب القاهرة، الناس اللي قالت كلام كتير عنه الفترة اللي فاتت، الناس بقى اللي قالت انت كده خلاص شطبت، الناس اللي قالت ما عندوش اغاني وطنيه، الناس اللي قالت شويه موديلز بيعمل منهم كليب و قايمه طويله جدا، بس احنا ما عندناش وقت نحفظهم لان هم مش مستاهلين اصلا. في الاخر كل الناس دي عايزه ترجع تبقى في صف عمرو دياب مره تانية، بس هو طلع على المنصه بص عليهم من فوق، بص اكتر مش شايفهم، لقاهم صغيرين. في الاخر ضحك وقال لهم عمرنا ما هنرجع زي زمان.